ساعات بتتسحل كده في الدنيا، وكمان بتكون متضايق انك ما حققتش مثلا حاجات كتيرة، وما جبتش عربية لامبورجيني، وما حققتش 30 مليون دولار، يعني فاهم. فاللي هو تلاقي نفسك متضايق كده انك اتسحلت في الدنيا، وتحس انك ما حققتش حاجات كفاية قوي وهكذا. وبتنسى اصلا هدف الاصل اللي احنا جينا عشانه. يعني احنا اصلا جينا هنا الدنيا كاختبار عشان الاخرة ان شاء الله. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم دايما كان بيذكر نفسه، يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. حتى اساسا في القرآن يا ليتني قدمت لحياتي، مش في حياتي، يعني فاهم الفكرة. لان انت اساسا احنا هنا عشان نقدم لحياتنا ان شاء الله بعد كده. مش بقولك سيب الدنيا وما تعملش حاجة وخليك قاعد على السرير يعني وقوم صلي بس. يعني اعمل اللي عليك واجتهد واسعى وكل حاجة، بس متبقاش مسحول لدرجة انك كمان تكون متضايق انك محققتش انجازات كبيرة جدا لحد دلوقتي، وتفضل مسحول مع الدنيا وتتضايق في امور المفروض ان مش دي الاساس. بس اتمنى اكون فدتكم في النهارده. اشوفكم على خير وسلام.